السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بألف خير. جايلكم النهارده عشان اعمل لكم طريقة سهلة جدا، طريقة الكيكة الاسفنجية. جبت كيس كيك اللي هو ماي واي او اي نوع من المنتجات اللي احنا بنشوفها في الكرتونة دي، اللي بتبقى في الكرتونة عادية خالص، مكوناتها سهلة جدا. بجيبها واخلطها كلها على بعض وجبت صوص شوكولاتة عادي خالص من السوبر ماركت. بعد ما بردت خالص حطيت عليها صوص الشوكولاتة زي ما احنا شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. وبعد ما حطيت عليها صوص الشوكولاته دي، حاجات جميله جدا سهله جدا بتفرح اولادك كانها جاتوه بالظبط. هتفرديه فرده حلوه فوقيها. بعد ما يتفرد فرده حلوه هتفضلي تنزلي كل الصوص ده. جميل جدا يا بنات، اسمه ماجيك، جميل جدا. عجبني واختي كمان جربته قالت جميل جدا. بعد ما اتفرد كله هنفرده فرده حلوه بالسباتشولا اللي معانا. بعد ما يفرد، بس بعد ما الكيكه تبرد خالص، ما نفردوش وهي سخنه. هنقطعها تقطيعه حلوه كده، واولادك هيفرحوا بيه وهيقولوا لك تسلم ايديك على اللي انت بتعمليه. بسم الله ما شاء الله. حاجات مكونات شتويه جميله جدا، ممكن تاكلوها بالليل جنب شاي بلبن، او تاكليها الصبح. حاجات بتفرحهم، حاجات بسيطه وتفرحهم جدا زي ما احنا شايفين كده. هنقطعها تقطيعه حلوه. طبعا لو عايزه تحطي صوص الشوكولاته بعد ما تقطعيها، ممكن تحطي صوص الشوكولاته بعد ما تقطعيها، الشوكولاته تخش جواها. بصوا بصوا، تحفه، كانت تحفه وهشه وجميله جدا. مكونات بسيطه جدا ممكن تعمليها وتفرحي بيها اللي حواليكي. دقتها بامانه، كل اللي دقها نال اعجاب وقال عليها خطيره خطيره خطيره، من غير ما تعبي نفسك وتعملي كيكه من اول وجديد. الكيكه بتبقى جاهزه، تحطي عليها مكونات بسيطه وحبه صوص شوكولاته من فوق كده. وعندي كريم شانتيه حطي حبه. فراولتين، كان عندي فراوله بس نسيت احطها. حته فراولايه، تقطيع موز من فوق كده. حاجات جميله جدا سهله وبسيطه، وبتفرح الاطفال اللي معاكي وتفرح كمان الكبار قبل الاطفال كمان. الحاجات دي بتدخل الطاقه الايجابيه على النفس كده وانت قاعده بالليل، خصوصا في فصل الشتاء تبقى عايزه حاجه كده تدفيك وانت قاعده. جميله جدا، خطيره خطيره خطيره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.